السلام عليكم. هذه قصة عجيبة طريفة تبين مدى قوة حفظ الأئمة للحديث النبوي وما أعطوا من المواهب والكرامات في ذلك. من هذه القصص ما قاله أبو عيسى الترمذي عن نفسه في مدى قوة حفظه وتميزه في ذلك. قال: كنت في طريق مكة فكتبت جزئين من أحاديث شيخ، فمر بنا ذلك الشيخ فسألت عنه، فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزئين معي، وحملت معي من محملي جزئين كنت أظنهما الجزئين اللذين له، فلما ظفرت به وسألته السماع فأجابني إلى ذلك أخذت الجزئين فإذا هما بياض، يعني تبين أنها أخطأ في الأوراق التي حملها معه، لم تكن هذه الأوراق لذلك الشيخ. يقول: وضعت الأوراق أمامي كأني أمثل على الشيخ أنها له وهي بياض، فتحجرت فجعل الشيخ يقرأ علي من حفظه، ثم نظر إلي فرأى البياض في يدي فقال: ما تستحي مني؟ فقلت: لا. فقصصت عليه القصة وقلت: أحفظه كله. فقال: اقرأه. فقرأت جميع ما قرأ علي على الولاء فلم يصدقني، وقال: استظهرت قبل أن تجيء إلي فقلت: حدثني بغيره، فقرأ علي 40 حديثا من غرائب أحاديثه، ثم قال: هات اقرأ. فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأ فما أخطأت في حرف، فقال لي: ما رأيت مثلك. ترمذي عمي في آخر عمره، وكان سبب العمى أنه لما مات البخاري لم يخلف بخرسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ. يقول الراوي يقول: بكى أبو عيسى الترمذي على وفاة البخاري حتى عمي وبقي ضريرا سنين، رحمه الله رحمة واسعة.